مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. واللقاءات أخي المستمع الكريم مع أهل القرآن الكريم دائما تمضي لحظاتها مسرعة، دائما كعادة الأوقات الطيبة. ومصر هي دائما المكان الذي قرئ به القرآن الكريم، وما زال يقرأ بأصوات رائعة وأداء متميز إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ودائما وأبدا أخي المستمع الكريم، عندما أحظى بشرف الجلوس مع أهل القرآن الكريم لابد أن أذكر المقولة الشهيرة: القرآن نزل بالحجاز، طبع باسطنبول، وقرئ بمصر، حيث أثبتت الأيام صحة هذه المقولة بنسبة 100%. ويسرنا أخي المستمع الكريم في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن نلتقي أحد أعمدة دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الكبير الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، الذي نرحب به ضيفا كريما في هذه اللحظات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، على بركة الله تعالى نبدأ معكم الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله عز وجل بوقت ومكان الميلاد، مرورا بحفظ كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أكون مع السادة المستمعين القارئ الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح، وشهرتي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي نسبة إلى بلدي طاروط، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، المولود بتاريخ 29 أبريل 1965، والحاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية عام 87، والماجستير في الدعوة الإسلامية بعد ذلك، والحصل على الدكتوراه الفخرية من باكستان في عام 2003. أنا الآن بدرجة كبير أئمة، بدرجة مدير عام في وزارة الأوقاف، وما زلت أباشر عملي كداعية وإمام بأوقاف الشرقية. لم أتطرق إلى العمل الإداري لأنني يعني كقارئ ليس عندي من الوقت ما يكفي أن أباشر أي عمل إداري، فاكتفيت بأن أكون إماما بالمجمع الإسلامي الذي وفقني الله تبارك وتعالى لبنائه في قريتي منذ عام 2008. وهبني والدي للقرآن الكريم وأنا ما زلت جنينا في بطن أمي. قال الوالد رحمه الله المتوفى في عام 1992: اللهم إن كان ما في بطن زوجتي ولد فإني أهبه للقرآن الكريم. فشاء الله تبارك وتعالى لي أن أحظى بهذا التشريف وهذا التكريم، فكانت هناك عناية ورعاية من الوالد والوالدة، حيث أنهم أخذوني إلى يد شيخ القرية وعمري 3 سنوات. استطعت أن أحصل من حفظ القرآن الكريم أكثر من ثلث القرآن قبل أن أدخل الصف الأول الابتدائي. وأتم الله علي النعمة بأنني ختمت القرآن وعمري 8 سنوات، مما أهلني أن أخرج من الصف الخامس الابتدائي العام للالتحاق بالأزهر الشريف. وهذه كانت وصية المحيطين بوالدي، إن عبد الفتاح بحفظه للقرآن وبموهبته في الصوت استكشفوا صوتي وأنا أقرأ في طابور الصباح في المدرسة الابتدائية. قالوا إن الأزهر سيثقله، سيبرز موهبته، سيكون هناك علوم دينية تخدم على القرآن، فيكون قارئ وعالم.
وبالتالي خرجت وعملت المعادلة من الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي، وكانت مرحلة فيها أو انتقالة فيها الخير والبركة. فكنت دائما أقرأ في طابور الصباح في معهد الزقازيق الديني أمام 3000 طالب، حيث أنه كان المعهد الزقازيق الذي تخرج منه فضيلة الإمام الأكبر مولانا الإمام الشعراوي هو المعهد الأم، يحوي كثير من مراكز الزقازيق. وقبل انتشار المعاهد في هذه الآونة وكانت الحمد لله فاتحة خير أنني كنت أخرج من معهد الزقازيق لأقيم الحفلات الدينية وأدعى في المناسبات في مدينة الزقازيق وأجوارها. فكانت بدايتي في الزقازيق وليس في طاروت، فشرفني الله بالجلوس بجوار كبار القراء في هذا الزمان، مما أثقلني وازددت خبرة وحنكة. فلله الحمد والشكر، يعني تشرفت بأنني في سن مبكرة عمر 14 سنة و15 سنة كنت أقرأ بجوار سيدنا الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي، سيدنا الشيخ محمد الليثي، سيدنا الشيخ شحات أنور، سيدنا الشيخ محمد أحمد شبيب. كل هؤلاء القراء كنت أقرأ بجوارهم وأنا ما زلت في البداية. فكنت دائما أسمع الجمل القرآنية المنضبطة والنغم القرآني السليم والانتقالات السلسة الجميلة، مما جعلني يعني أكون ذو خبرة وأنا ما زلت في بداياتي. وده اللي جعلني في وقت قصير أن أنتشر في كل المحافظات وفي كثير من البلدان، مما جعلني في يوم من الأيام كنت أصغر قارئ يلتحق بإذاعة القرآن الكريم وعمري 28 سنة. بسم الله ما شاء الله. فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، رحلة إيمانية مباركة. طبعا فضيلة الشيخ، لا جدال في أن الكتاتيب كانت خير وسيلة لتحفيظ القرآن الكريم مرتلا ومجودا بأحكامه الصحيحة على يد سيدنا في هذا الوقت. من وجهة نظر فضيلتك كأحد أعمدة دولة التلاوة، بالرغم من نجاح الكتاب في مهمته بنسبة 100%، لماذا اختفت الآن؟ وهل بالإمكان عودتها لسابق عهدها؟ أنا لا أنكر أن لولا الكتاب ما كان مثلي وغيري من كبار القراء، فقد كان الكتاب هو المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد لأي إنسان يعني يتمنى أن يكون قارئا بحق. فالكتاب هو الذي يصنع حافظ القرآن الجيد، ولا يكون هناك قارئ جيد إلا إذا كان حافظا جيدا للقرآن الكريم. فأنا أقول لحضرتك يعني حتى ولو وجد في هذا التوقيت شباب القراء ومنتشرين، إلا أنه للأسف نعرف أنها مواضع معينة في القرآن يقرؤونها لا يتجاوزون البداية والنهاية. يعني لو طلبت منه آية قبل البداية لا يعرف ما قبلها، ولو طلبت منه أن يزيد آية بعد الصدق العظيم لا يعرف ماذا بعدها. وده يعني أكثر شيء يضعف شخصية القارئ أمام زملائه. يعني أكثر حاجة تشعرني بالتوقير وبالاحترام أمام زميلي أنه يعرف أنني من حفظة القرآن، وفي أي موضع أستطيع أن أقرأ، وفي أي موضع يطلب مني أقرأ. والدليل على ذلك التمكن الذي تراه في صلاة الفجر. أي قارئ لو كان في حفظه ضعف في الموضع الذي يقرأ فيه في صلاة الفجر، حتى ولو كان يقرأ من المصحف يقع، لأنه غير متعود على هذه الآيات. لكن الذي تعود لسانه وتعود صوته على أن يقرأ في أي موضع فتتساوى كل المواضع، فهو يجيد في المواضع الصعبة أكثر مما يجيد في المواضع السهلة. وبالتالي الكتاب له الفضل علينا. وبالتالي كان أعظم شيء بيجمع أطفال القرية هو الكتاب. وبالتالي كنت ترى في كل قرية عشرات الحفظة من القرآن الكريم. تعال حضرتك النهاردة شوف مين النهاردة من الحفظة في البلاد بعدما أغلق الكتاب.
والدليل على ذلك ان حتى لو حضرتك ارسلت ابنك يحفظ القرآن عند شيخ في الفترة الصيفية، على ما يدخل بداية الدراسة يكون نسى ما حفظه في الفترة الماضية. أنا واحد من الناس، لأنني أعلم أن تحفيظ القرآن مهمة ثقيلة جدا لابد لها من متخصص. أنا غير متفرغ لتحفيظ أولادي القرآن، آتي لهم بمحفظ هنا، مع أن ذلك فيه ضعف. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكتاب الحقيقي هو الذي يجلس فيه الطالب بجوار زملائي ويحدث هناك تنافس، ده سمع بيكافئ وده ما سمعش بيضرب. هو ده الكتاب الحقيقي. لكن نظرا لعدم وجود الكتاب الحقيقي موجود، فأنا بآتي بمحفظ وأعطيت الشيخ الحق في أنه يعاقب ابني كما كنت أعاقب في صغري. يعني صحيح ما فيش فلكة زي ما كانت موجودة في الماضي، لكن الشيخ معاه الخرزانة ويمكن يعاقب الولد إذا لم يسمع تسميع ممتاز. أنا عندي أولادي، أسماء بنتي رابعة كلية صيدلة خاتمة للقرآن وهي في الصف الثالث الإعدادي، أحمد ابني في الثانوية الأزهرية وهو خاتم للقرآن من المرحلة الإعدادية، محمود ابني في الصف الأول الإعدادي وهو في سورة الإسراء الآن، يعني في منتصف القرآن. أنا أطالب وبأعلى صوتي وألح في التكرار وفي الرجاء للقائمين على أمر القرآن في مصر كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، أرجوكم وأتوسل إليكم أن تهتموا بإعداد الكتاتيب وعودتها إلى مكانتها السامية ومرتبتها الأولى، وأكرموا حفظة القرآن وحفاظ القرآن ومحفظين القرآن، فلا حيلة لهم ولا دخل لهم إلا القرآن. وعيب كبير أن يكون هناك حافظ للقرآن الكريم ولا يجد أكلا ولا مشربا ولا ملبسا. أكرموهم، فهم أهل الله وخاصته، هم يعني خير من نجود عليهم بالسخاء وبالكرم. من أكرمهم أكرمه الله ومن أهانهم أهانه الله. فتح الله عليك فضيلة الشيخ. ننتقل بعد ذلك فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي إلى بداية الشهرة والنجاح لأي قارئ، وهي بالتأكيد دخول الإذاعة. متى طرأت الفكرة وكيف كانت؟ الفكرة طرأت من حديث تم في مجلس من المجالس. أحد الناس يسأل تلميذ، نحن نجلس في بيته، فأحد الأصدقاء يقول له تعال أنت في السنة إيه؟ قال له أنا في الصف الثالث الإعدادي. قال له ماذا تعرف عن محمد نجيب؟ قال له مين محمد نجيب؟ قال له ازاي يا ابني ما خدتهاش في التاريخ دي؟ قال له لا ما اعرفش. تعرفش أول رئيس لجمهورية مصر العربية؟ قال له لا مش واخد بالي. قال له طب سيدي ماذا تعرف عن محمد رفعت؟ قال مش الشيخ اللي بيجرى كل يوم في الإذاعة؟ قال ما مين ما حدش عارف الشيخ؟ ما في حد اسمه مش عارف الشيخ محمد رفعت؟ فالسؤال كان ملفت لنظري جدا، وقلت أن الأمراء والرؤساء والملوك تتلاشى صورهم وسيرتهم مع الزمان وتطوى سجلاتهم، ولكن يبقى أهل القرآن مخلدون في سجل العظماء. فالشيخ محمد رفعت مضى عليه سنين طويلة، ومع ذلك ما زالت الأجيال تتوارث اسمه وتتوارث صوته، لأنه باقي في القلوب، لأنه خلد بخلود القرآن، خلد صوته بخلود القرآن. فنشأت الفكرة، طب لماذا لا أضع اسمي بين هؤلاء؟ لماذا لا أضع اسمي بين هؤلاء العظماء القراء الممتازين؟ فجاءت الفكرة. عمري 28 سنة، وفي هذا التوقيت في عام 93 ما كان يتقدم الإذاعة إلا اللي عمره 50 سنة 45 سنة. فيعني لما تقدمت بطلب، فزي ما يكون استصغروني، يعني ده هيعمل ايه جنب الدكتور نعينع والشيخ محمود صديق المنشاوي والشيخ راغب غلوش والعظماء والفطاحل دول كلهم، هيقرأ معاهم فجر ازاي ده، ولا يقرأ معاهم في الإذاعة ازاي؟ قلت والله البحك الحقيقي الحفظ، الأحكام، الصوت،
المهارة الفنية الموهبة. فتقدمت في هذا التوقيت، وكان سيدنا الشيخ أبو العين شعيشة رحمة الله عليه وسيدنا الشيخ رزق خليل الحبة، ودول كانوا من كبار ومن أبرز أعضاء لجنة امتحان القراء، فامتحنوني فأعطوني مهلة 6 شهور للتخلص من التقليد، لأن كان بيميل علي في هذا التوقيت حب سيدنا الشيخ شحات محمد أنور. لكن سرعان ما تخلصت من هذا الموضوع بعد 6 شهور، والحمد لله رب العالمين استطعت بفضل الله تعالى بفضل الله تبارك وتعالى أن أبرز لنفسي أسلوب وشكل وطعم. الحمد لله رب العالمين أنني بكل فخر وبكل يعني حمد وشكر الله سبحانه وتعالى أنني وجدت أسلوبي وأدائي قد تغلغل إلى قلوب الكثير والكثير من قراء القرآن الكريم من الشباب في داخل مصر وخارجها. ودي يعني مكرمة من الله سبحانه وتعالى، بعد أن كنت مقلدا أصبح مقلدا، وده يعني مكرمة من الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، طبعا بمناسبة التحدث عن الإذاعة، ميكروفون الإذاعة جلس وقرأ أمامه كما ذكرت فضيلتك العمالقة والعباقرة الأوائل في دولة التلاوة الذين أسسوا لهذه الدولة: الشيخ محمد رفعت، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ أبو العنين شهيشع، الشيخ مصطفى إسماعيل، الحصري، المنشاوي، عبد الباسط، البنا، والقائمة طبعا طويلة جدا جدا بهؤلاء العمالقة. هل كنت فضيلة الشيخ الطاروطي تخشى الجلوس أمام هذا الميكروفون الذي جلس أمامه هؤلاء العباقرة؟ إن قلت لحضرتك ما زلت إلى الآن وبعد مضي 25 سنة قارئا بالإذاعة ما زلت أخشاه، ليس خشية الغير واثق في نفسه، إنما خشية من يعلم أن الجلوس أمام ميكروفون الإذاعة مسؤولية وأمانة، وأي تراخي وتكاسل وتهاون وثقة زائدة في النفس ممكن تجعل الإنسان يدفع الثمن غاليا. أنا حين يكون عندي فجر أو جمعة أكون في حالة ترقب وحالة حماس وحالة فكر، ماذا ستقول أو ماذا ستقدم للناس في هذه الجرعة. الناس سمعوك مرارا وتكرارا وقالوا الفجر الماضي كنت ممتاز، الجمعة الماضية كنت ممتاز، هل سأكون في هذا اللقاء جيد جدا أم امتياز مع مرتبة الشرف؟ الحرص على أن تضيف وعلى أن تتقدم خطوات يجعلني دائما في حالة توتر، وليس التوتر اللي نابع من ضعف الإنسان أو خوفه، لكن خوف من عدم إضافة نجاح فوق النجاح، حرص على النجاح الزائد. وبالتالي الجلوس أمام الميكروفون حين يستخف به بعض الشباب ويقول أنا لو دخلت الإذاعة أنا هقرأ أحسن من اللي بيقرأهم دول، نقول له تعالى. ساعة ما يدخل قدام ميكروفون الإذاعة مش قادر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجد نفسه متلجلج، يقول ألا أمال أنتوا بتقرأوا كده إزاي؟ طب إذا كان ده في استوديو وتستطيع إنك تشرب مية وتتنحنح وتعيد وتمنتج والى اخره، اما اللي بيقرأ على الهواء ده مباشرة ونفسه وضربات قلبه يسمعها الناس على الهواء وعبر الأثير، يبقى إذا لابد أن تعلم أن دي مسؤولية كبيرة جدا لا تقدم عليها إلا إذا كنت أهلا لها. فأنا بأحترم ميكروفون الإذاعة، ميكروفون التلفزيون، حتى الجلوس أمام الإعلاميين أمثال حضرتك، أنا أحترم كل كلمة تخرج من لساني لأنها ستسجل إما لي وإما علي، فلا بد أن يحترم كل ميكروفون يوضع أمام القارئ، لأنه أداة توصيل إلى شتى أنحاء الدنيا كلها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونحن في معرض الحديث عن العباقرة الأوائل الذين أسسوا لدولة التلاوة منذ القدم. لو افترضنا جدلا أن عاد الزمان بفضيلتك وجلست مع هؤلاء القمم، يعني من وجهة نظري الشخصية أنا بعتبرهم أولياء عليهم رضوان الله تعالى، ماذا ستقول لهم؟ أولا يعني لو جاد الزمان بهم وجلست أمامهم، اسمح لي في هذه اللفظة، لن أقبل أيديهم لكني سأقبل نعالهم. الله. والله يا أستاذ إبراهيم
هؤلاء الناس لهم فضل السبق، لهم فضل ان هم حببونا في القرآن. يعني خلوا قلوبنا تحب القرآن قبل أن نعرف كيف نقرأ القرآن. كيف تعلقت آذاننا وقلوبنا بأصوات هؤلاء القراء، فكانت توقظنا من أحلى نوم. يعني أنت تعلم أن في الماضي ما كانت الكهرباء متوفرة، وكانت المساجد شبه مظلمة، يعني بتضيء بالفوانيس وباللمبة الفلاحي والى آخره. لكن كيف الراديو حين يفتح، مين اللي بكر ده؟ سيدنا الشيخ فلان. يا سلام، أنا أروح حتى لو ما كانش راح عشان يصلي، فراح عشان يسمع القرآن، فده يعينه على الصلاة ويعينه على الجلوس من بداية النقل. يبقى إذن قبل أذان الفجر ب45 دقيقة وأنت تجلس في بيت الله تبارك وتعالى. هي ديت أداة الجذب وأداة أنك تحبب الناس في الصلوات الغير مرغوب فيها، زي صلاة الفجر وصلاة العشاء. معهم دول يعني الصعب، ما ده وقت نوم وده وقت راحة. لكن شوف القارئ كيف يجذبك من نفسك، وكيف يجعلك تترك فراشك الدافئ وتذهب إلى المسجد لتسمع القرآن ولتعيش روحانيات القرآن بفضل هذه الأصوات الجميلة. فلو أنني تقابلت معهم لقلت وأكررها لحتى لا يظن المستمع أنها خرجت مني عفوا، سأقبل نعالهم ولي الشرف، لأن تكريم أهل القرآن هو تكريم للقرآن، ولأنه يجب علينا كجيل لحق بالجيل العظيم ده، لابد أن نعرف ونعترف أن لهم علينا فضل السبق، وأننا أخذنا منهم الكثير، ولولاهم ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذه صراحة وتواضع الكبار فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطروطي. فضيلة الشيخ، هناك نقطة مهمة جدا أطرحها على فضيلتك. البعض في هذه الأيام يتكلمون عن المقامات الموسيقية والانتقال النغمي. هذه الأمور أعتقد أنها من أساسيات القارئ المتمكن وشرط ضروري لاجتياز اختبارات الإذاعة والتلفزيون. ظهر البعض هذه الأيام يزعمون، وأقول يزعمون، أن تلك الأمور خاصة بالموسيقى والغناء فقط، ولا يجب أن يكون لها علاقة بالقرآن الكريم. رأي فضيلتك إيه؟ لم يفهموا الموضوع. احنا عندنا حاجة اسمها المقامات الصوتية. كلمة إذا كان أخطأ البعض في التعبير بكلمة المقامات الموسيقية، فالأصل هو القرآن. الأصل هو القرآن. يعني أنا في حاجة اسمها المقامات الصوتية. أنا حضرتك اسمح لي أنني أشبه عشان يفهم المستمع. حضرتك أول ما بتصحى من النوم الصبح بتقول صباح الخير وبتعلي صوتك، ولا بتقول صباح الخير؟ هو ده بقى ايه اسمه؟ ايه اسمه؟ قرار البياتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف انت حتى صوتك. طب لما بتيجي بتقول بشارة، بتقول الف مبروك ما شاء الله ابنك نجح. هي دي بقى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. مقام تبشير خلاص. طب جاي تقول تعزي واحد، تقول له البقاء لله. هي دي برضو وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يبقى احنا ما خرجناش بره التعبير، بس عايزين نقول للراجل اللي بيقرأ القرآن افهم المعنى ده معنى وعيد، دي جهنم فما تقولهاش بلغة التبشير، دي جنة فما تقولهاش بالتحزين. انت خد بالك مقام الصبا هو ده. يا مشايخنا يا متعصبين لآرائكم، افهموا ان دي المقامات الصوتية التي اخذ منها خبراء الموسيقى هذه المعاني والفهم. وأنا أضيف لحضرتك معلومة، ودي معلومة موثوق منها، أنا أخذتها من ناس أهل ثقة. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب حين يعجز عن تلحين قفلة فنية لأم كلثوم أو غيرها، كان يستعين بسيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل عشان يقول له أقفلها إزاي، لأن القرآن في جميع القفلات
القفلة المستريحة زي رب العالمين، والقفلة الواقفة زي أحد، انت خد بحضرتك، ومزدجر. طب الكلام ده، دي لو جت انت في اي شعر كلمة واقفة زي دي كده تلحنها ازاي؟ يصعب على الموسيقي انه يلحنها، لكن قارئ القرآن يعرف يجيب القفلة التي تتناسب مع اي قفلة آية. هو ده التمكن، لأن الموسيقى أخذت من القرآن، والقرآن لم يأخذ مقامات الموسيقية من أحد، لأن القرآن هو الأصل. أحسنت فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. لابد ونحن في هذا المجلس الطيب مع فضيلة القارئ الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أن نتكلم عن السفريات الخارجية خاصة لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم. فضيلتك طبعا خير من تحدثنا عن هذه الأمور، خاصة أن القارئ المصري كما هو معروف يحظى بالحب والإعجاب الشديد كأنه رئيس جمهورية عندما يحل على أي دولة في دول العالم الإسلامي. لو علم القارئ أستاذ الحبيب أنه سفير للقرآن وسفير لبلده، لأعد نفسه إعدادا جيدا لهذه المهمة التي من خلالها ينفذ صوته ورسالته إلى قلوب غير المسلمين. فالمسلم هناك محروم ومتشوق إلى سماع القرآن، هو يتسمع عبر الأثير وعبر مواقع التواصل، ولكن حين يأتيه القارئ بنفسه ويعيش معه هذه اللحظات، خصوصا في شهر رمضان وغيره، فلابد أن يضع عينه، القارئ يضع عينه على غير المسلمين، لأنك مبلغ للقرآن. فجبل نفسك صوتا وأداء، وقبل ذلك وبعد ذلك خلقا وسلوكا. لابد أن تكون قرآنا يتحرك على الأرض. الناس لا يرون منك إلا منظرا حسنا، ولا يسمعون منك إلا فعلا يستحسنونه في أنفسهم فيقتدون بك. لا يكن هم القارئ أنه يذهب من أجل الماديات أو من أجل الدنيا. فأنا من دواعي فخري أنني لله الحمد والشكر، قبل أن أقول أنني استفدت من سفرياتي كماديات، أنا استفدت أنني أسلم على يدي 16 فردا، 10 في أمريكا، 5 في أسبانيا، 1 في جنوب أفريقيا. أنا أقول هذا الكلام وأنا يعني لا أدعي شرفا لم أصل إليه، ولو كانت العملية بالادعاء ممكن بدل ما أقول 16 ما خليهم 160، واخد بحضرتك، لكن أنا أضعهم كل واحد في مكانه، وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقني إلى أكثر من ذلك. لكن أنا اللي بفتخر بيه شباب مصر اللي يجي يقول لي أنا ما كنتش بصلي، أو ما كانش لي علاقة بالقرآن، أو ما كنتش بدخل العزاءات عشان أسمع قراء، ولم يكن على موبايلي أي نغمة دينية أو أي تلاوة قرآنية. من يوم أن عرفتك وسمعتك أصبح قلبي متعلق بالقرآن. أنت السبب أن أنا دخلت كلية الطب. ليه يا أستاذ؟ قال والله من يوم ما عرفتك وأنا بذاكر على صوتك فعندي نشوة وعندي نهم في المذاكرة، كل ما اسمعك يتجدد حماسي ونشاطي. فكانت النتيجة ان انا جبت 98.5% فدخلت كلية الطب. فلله الفضل ثم لحضرتك. هو ده، اذا ما كناش احنا دلوقتي هنضيف الى انفسنا عدد المسلمين الذين اسلموا، لا احنا عاوزين مسلمين، بقوا في مسلمين حقيقيين اللي ما كانوش بيخشوا المساجد اصبحوا النهارده متعلقين بالقرآن، ودي مكرمة من الله سبحانه وتعالى. ارجع لسؤال حضرتك بسرعة حتى لا يداهمنا الوقت. ان السفر إلى خارج مصر مسؤولية وأمانة على عاتق القارئ. أنا سافرت تبع الأوقاف مرتين، المرة الأولى 97 وإلى الولايات المتحدة الأمريكية في سان فرانسيسكو في مدينة أوكلاند. المرة الثانية كان سنة 2000 إلى مدينة أسبانيا، جزر الكناري، لاس بالماس بأسبانيا، مركز الملك خالد هناك. وبعد ذلك الحمد لله كانت توجه إلي الدعوات الخاصة من دول العالم الإسلامي، فزرت العديد من الدول مما لا يمكن حصره من أسماء الدول، ولله الحمد والشكر. أجعل نفسي سفير لمصر وللقرآن. وأنا أذكر لحضرتك مرة وأنا في دولة إيران، يعني في ظل القطيعة الموجودة
وهذا الكلام منذ أكثر من 10-12 سنة، لأن أنا بقالي دلوقتي 5-6 سنوات لم أسافر إلى إيران منذ افتعال الأحداث الأخيرة. فجلسنا على منصة التحكيم، وكل عضو لجنة تحكيم أمامه علم بلده، إلا أنني لم أجد علم لمصر. فأخذت الكرسي وتراجعت للخلف. قالوا تفضل يا شيخ طاروطي. قلت لم يحن وقتي بعد. لما؟ قلت لأن إما أن تضعوا علم مصر أو تمنعوا كل الأعلام للدول دي أن تكون موجودة. والله بحثنا في القنصلية لم نجد علم صغير نضعه أمامه. قلت والله لو أتيتم بورقة ورسمت عليها علم مصر ووضعتوها أمامي لكفاني شرف أن علم بلدي أمام عيني، وإما أن تحملوا هذه الأعلام كلها خارج. وفعلا تصرفوا وأتوا بعلم. قلت الآن حضرت مصر وأصبح لي وجود، لأنني جئت أمثل بلدي وأمثل القرآن وأمثل الأزهر، لا أمثل نفسي. فبالتالي لابد لقارئ القرآن أن يعلم أن بلده أمانة في عنقه، لابد أن يشرفها وأن يعلي من قدرها وأن يضيف إليها، وليثبت للعالم كله أن مصر دولة القرآن، وستظل هي لها الريادة والقيادة في تلاوة القرآن الكريم على العالم أجمع. فضيلة الشيخ الطاروطي، يعني من منطلق الغيرة على كتاب الله عز وجل أطرح على فضيلتكم نقطة أخرى بالغة الأهمية، وهي زيادة أعداد القارئين من صغار السن قليل الخبرة والدراية بأحكام وأصول التلاوة. وأنا على المستوى الشخصي المتواضع من وجهة نظري كمستمع أرى أنها ظاهرة سلبية، خاصة أنهم يزعمون أنهم من قارئي الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي وهم ليسوا كذلك. يعني مش عارف رأي فضيلتك كيف في هذه النقطة. احنا عندنا مشكلة إن أساتذتنا ومشايخنا كبار السن يعني في الفترة الأخيرة أصابهم المرض وبعض منهم توفى، فحدثت عندنا فجوة في الإذاعة، وإحنا عندنا خريطة تتمثل في فجرات واحتفالات وجمع وتلاوات وكلام زي كده. فإحنا عندنا منتظرين حتى يظهر لنا الشيخ مصطفى مرة تانية أو يظهر لنا الشيخ عباس مرة تانية. يعني لجنة الإذاعة أخذت على عاتقها التنقيب والبحث في كل محافظات مصر، حتى اللي ما عندوش رغبة للإذاعة أصبحت اللجنة هي التي تذهب إليه في محافظته. فذهبوا إلى الإسكندرية، وذهبوا إلى طنطا، وذهبوا إلى الإسماعيلية، وذهبوا إلى أسوان وكل محافظات الصعيد بحثا وتنقيبا عن القراء، حتى وإن كان مستواهم 75%. ووجهة نظر اللجنة أن مع التسجيلات ومع التوجيهات سوف نزيد من خبرة هؤلاء الناس ليحلوا محل من فرغ مكانهم في تلاوة القرآن الكريم من قراء الإذاعة. أنا واحد من الناس أول ما دخلت الإذاعة ما كنتش لاقي مكان أقرأ فيه فجر، يعني المكان الخريطة مكتظة بالقراء كلهم موجودين، كل واحد حريص على دوره، فما فيش مكان. فكنت أعطى فجر كل 3 شهور أقرأ مرة. النهاردة أنا بقرأ كل 21 يوم و28 يوم، يعني مرة 21 ومرة 28. طيب يعني أنت النهاردة أنت لما دخلت ما كانش في مكان، النهاردة أصبح أنت واخد الاصطف الأول. طيب طب أنا عمري 53 سنة، ماذا بعد ذلك إن أصابني المرض أو أكرمني الله بلقائه؟ طب مين يحل، مين يغطي؟ فلابد إن حضرتك نتحمل يعني إعداد هذه الكوادر الجديدة، ونتحمل حتى ولو كان فيهم بعض الملاحظات أو إلى آخره، على أن يكونوا في يوم من الأيام هم الجيل الذي سيحمل الراية. صحيح في مآخذ وفي يعني بعض الملاحظات. يعني كنا نتحدث بالأمس مع رئيس شبكة القرآن الكريم وأنا في أحد الليالي، القارئ زميلي قال لي
أنا سمعت تلاوة في أمسية لأحد القراء الإذاعيين، قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا. وأنت تعلم كأستاذ لغة عربية لما أقول كلا بعد الإثبات الذي سبق يبقى معناه أن أنا بأنفي أن ربنا لا خلق ولا سوى ولا عدل ولا كذا ولا كذا. يبقى إذن حتى وإن كان قارئا مجيدا وصوته جيدا إلا أن ينقصه الفهم، ينقصه إمتى أقف وإمتى ما أقفش، إمتى أوصل وإمتى ما أوصلش. ودي أبرز الأخطاء اللي حضرتك بتشغل الكثير. يعني ممكن أنت حضرتك تكون صوتك 80% كويس أو 75% كويس مقبول وأحكامك مظبوطة، لكن إذن وقعت في أخطاء في الوقف والابتداء فتلاوتك كلها مردودة عليك مش مقبولة. فلا بد إن القرآن وقف وابتداء وفهم للمعاني، لأن أنت توصل معنى للمستمع، فلا بد أن تفهمه أنت أولا كقارئ قبل أن توصله الناس. تفهمه، تهضمه، تكون أنت فاهم إيه الكلام اللي بتقوله وتوصله بصوتك أنك متأثر به كالممثل الذي يمثل مشهد تمثيلي فيقنع المشاهد بأنه فعلا بيبكي أو أنه في مشكلة أو إلى آخره. كذلك القارئ لابد أن يتقمص شخصية المعاني حتى يوصل المعاني للقرآن الكريم. فإحنا نتحمل هذه الأجيال ونعدها، وأنا بصدد إقامة معهد إعداد القراء، وهذا هو المشروع الكبير الذي أتمنى أن ربنا يوفقني فيه، وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، أن أنا آتي بشباب هؤلاء القراء كيف أثقلهم وكيف أعدهم وكيف أعرفهم أحكام التجويد وكيف أعلمهم المقامات الانتقالية في القرآن والوقف والبتاع والى آخره، حتى يخرج للمجتمع قارئ متمكن يغزو العالم بصوته وبحسن أدائه. فضيلة القارئ الكبير الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ساعدنا بهذه اللحظات مع فضيلتك التي مرت كالعادة سريعا. وفي النهاية روشتة النجاح من وجهة نظر فضيلتك لمن أراد أن يدخل قلوب المستمعين من قراء القرآن الكريم. أنا بقول لحضرتك: حفظ القرآن جيدا، تعلم أحكامه جيدا، تعلم الانتقالات الصوتية حتى لا يكون هناك نشاز ولا نفور للناس من صوت القارئ. فأنا لو بتكلم مع حضرتك بهذا الصوت ثم وجدت أنني رفعت صوتي مرة واحدة لجعل ذلك نشاز، ولو أنا أتكلم بصوت مرتفع ثم انخفضت مرة واحدة لجعل ذلك نشاز. فإذا كان في الصوت العادي وفي التعامل مع الناس لابد من أن يكون هناك ضبط لآلية الصوت وكيفية إخراجه ومتى ترتفع ومتى تنخفض حسبما تقتضي الحاجة، فكذلك القرآن هو أولى أن نفهمه. فلا بد من معرفة المقامات الانتقالية. زد على ذلك الإخلاص في أداء هذه الرسالة، وأننا أصحاب رسالة ولسنا أصحاب مهنة. خامسا حسن الخلق ومكارم الأخلاق، فلا يليق أبدا بأن يكون قارئ للقرآن وهو منفر في تعامله مع الناس، يصفونه بالغرور، يصفونه بالكبر، يصفونه بالتعالي، يصفونه بسوء الأخلاق، يصفونه بالكذب، يصفونه أنه غير محبوب أو غير مقبول من الناس، فذلك يرد رسالته ولا يؤجر عليها. كل هذه روشتة نجاح. ولتعلم أنك حين تدخل مجال القراءة أنت لا تنافس نفسك ولكنك تنافس عظماء القراءة، فكن على قدم وساق مع هؤلاء حتى يكتب لك النجاح ويكتب لك الخلود في قلوب الناس وفي أسماع الناس. وفي النهاية الله يجازي كل محسن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم وبارك في فضيلتك فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وفرج كروبنا بالقرآن واشف أمراضنا بالقرآن واقض حوائجنا بالقرآن واكشف الهم والغم والكرب عنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن
لهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لقنهم حجتهم بالقرآن جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وطمع الطامعين وتخريب المخربين وعبث العابثين اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين اللهم اجعلها دار أمن وأمان وسلم وسلام ورخاء ونماء واستقرار يا رب العالمين اللهم اجعل لمصر ولأهلها من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء واجعل لنا مع العسر يسرا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء الإيماني نتوجه بخالص الشكر لفضيلة القارئ الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي على هذا اللقاء الطيب. كل الشكر لزميلي من الهندسة الإذاعية حسن مبروك، وكنت معكم معد ومقدم البرنامج إبراهيم بسيوني. واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.